مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة الجميع إن شاء الله. اليوم طالعين ويا جماعتنا يعني شلتنا اليوم على ريوق، فبس راح نروح أنا وأسامة. زين، فهسه ينتظرونا برا هناك بالسيارة راح تجي، فقلت لهم ما نطلع لكم على الشارع، فراح نروح بس أنا وأسامة نتريق ريوق صباحي. بالعيد ما طلعنا صراحة، طلعوا الأولاد بس أنا ما طلعت. زين، فهسه راح نطلع للقلعة اليوم اللي قبل فترة صورت لكم إياها، فاليوم همينة راح نطلع عليها. السلام عليكم، صباح الخير، ما أدري مساء الخير عندكم. لا بعد وقت عندنا الساعة قد أتبين أنت؟ ساعة إحنا 10:30 هسه تيمنا مع الوقت اللي يشوفون بيه الفيديو بس عاد كل دولة شكل بعد. فهسه راح نطلع يجي. ما طلعت صراحة بالعيد، الأولاد طلعوا راحوا سفرات، بس أنا ما طلعت، كنت شوي مريضة وحار الجو وما طلعت. فهاليوم حبينا نروح نتخيل ويا الجماعة. زين، خليكم ويانا. هنا هسه تقول ليش ما تطلعون يعني مشوا او هاي. القلعة علينا كلش عالية، يعني القلعة اللي مكان بيها المطعم تكون كلش عالية. شايفين هاي الجبال فوق هناك، يعني اصور لكم اشوفكم المحافظة كلها من فوق شلون تبين. هنا الجو لا، هاي اللي نطلع عليها نشوي يعني شوي، وهاي فوق ماكو شوي، فقط اكو مطعم. واذا انت حابة تاخذين وياك يعني مثلا اكل وتاخذيه وياك، مطعم موجود، بس شوي ما شوي لا، ما يعني ممنوع، ماكو هناك الشوي فوق. زين، فشوفوا العلو مالتها، فلازم ناخذ سيارة ونطلع سيارة. فاحنا تجمعنا كلتنا، فقلنا نطلع بسيارة كبيرة وأمين نتونس، الهوسة تصير أحلى، يعني اللمة تصير أحلى. وقررنا ان نطلع. وهسه هنا بعد ما وصلنا طبعا وقعدنا وطلبنا ريوق. تعرفون ريوق يصير جماعي كلش طيب. انا احب من عشاق الافطار الصباحي، ان كان برا وان كان داخل البيت. هنا الفطور يصير غير شكل واطيب، يعني ما اعرف شنو. زين، فتونسنا كل شيء، وهاي طلبنا لان احنا هوايه. وهنا جابلنا هاي لأن هي يعني القلعة مشهورة بهاي الأكلة بالريوق. أنا منزلت لكم إياها عدة مرات بالقناة شلون يسووها. هنا طلعنا شوية نتمشى، وصورت لكم هاي، وشوفوا هاي الشجر شلون هيجي قالبها، حبيت أمينة أصور لكم إياها. والمكان كلش حلو. تعرفون الصبح يصير الأجواء كلش حلوة، وصوت العصافير وهيك، يعني مو مثل الغدا والعشاء. شوفوا هاي تشنكري كلها، منطقتنا اسمها تشنكري. هنا لازم نشرب القهوة، فشربنا القهوة. زين، وبعدها قمنا نروح للبيت، يعني لأنه شربنا قهوة وقعدنا تقريبا الساعة 3 قمنا من هناك. زين، وبعدين قمنا وطلعنا على البيت. وهسه رجعت يعني الساعة 3 سويت غدا. حابة انه اسوي قلية الموصلية كلش طيبة، وصار هواية ما مسويتها، فهاليوم راح اسويها. عندي بصل ناعم يكون بهذا الشكل، عندي لحم مقطع بهذا الشكل، عندي الاليا، عندي هاي بس يعني ما لقيت، يعني ما طلعت جبت او هاي، عندي بالفريزر طلعتها. عندي فلفل وعندي ملح، وطبعا عندي معلقة طعام من دبس التمر او دبس الرمان، انتو اختاروا اللي تحبوا. اول ما نبدا هسه نروح على الطباخ. الملح والفلفل ما نخليهم الى ما نشوف انه عندنا استوى والدبس، الا ما نشوف عندنا استوى كلش اللحم استوى، بعدها نضيف الفلفل والملح والدبس. هسه على الطباخ خليت الجدرة، طبعا انا غاسله اللحم كله والاليا كلها غاسلتها. زين، اول ما نبدا نحمس الاليا عندنا حتى الزفت الدهن مالتها
لأنه ما راح أضيف بعد من الزيوت، لا فقط هو الزيت أو الدهن مال القلية، لأنه يعطيها طعم كلش طيبة. هسه نخليه يذب الدهن. هسه شوفوا الدهن اللي طلع مال الطرف او القلية، ما راح اضيف اي دهون ثانية، فقط مال الطرف او القلية، لان هو هم صحي وهمينه كلش مفيد وينطي نكهة وطعمة للقلية. يعني لازم يكون القلية بيها ما تنطي طعم اذا ما القلية وياها، لانه نكهة القلية تطلع كلها بالقلية والزيت مالتها او الدهن هذا مالتها. هسه بعد ما نزل الزيت كله راح نيجي نضيف شنو عندنا، نضيف اللحم. يمكن انا الجدر مالتي عندي صغير، اني بس الاولاد بس يحبون اللحم ويا القلية فقط، شقد اسوي وهيجي ويا الاكلات اللحم ما ياكلوه بس بالقلية. فهسه خلينا اللحم شوية هم راح ينقلي، وراح ابدل الجدرية حتى ياخذ راحة اللحم. هسه بدلت الجدر هذا اكبر يكون حتى اللحم عندي ياخذ راحته بالجدرية. هسه راح نقلي اللحم شوية وبعدين نضيف البصل. هسه راح نضيف البصل اللي عندي ونحركهم، وبعدها نخلي لهم مي ونخليه يستوون من ساعة الى ساعتين على نار هادية، بس انتو تشوفون اللحم استوى. بعدين نرجع نضيف له المواد الباقي، البهارات يعني الفلفل وملح والدبس التمر او دبس الرمان انتو اللي تحبوه. هسه راح ازيد له مي واخليه يستوي. هسه بعد ما ضفت المية، والمية يكون عندكم فاير يعني مي حار كلش، وتضيفوه على اللحم. طبعا اذا حابين انتو تسلقون اللحم بجدر الضغط او تخلوه بجدر الضغط ما راح يطول عندكم نص ساعة وراح تكون عندكم جاهزة. اذا ما انتو ما مستعجلين عادي تقدرون تخلوه على النار ولما هو يستوي. اذا نشف عندكم وبعد ما استوى هم لازم تضيفون مي حار. الملح ليش ما ضفته هسه؟ لانه من راح تضيفين الملح راح عندك اللحم يقوى، يعني يتسرت مثل ما نقول، يصير قوي وما راح يستوي عندك. فاحنا الملح الى ما يستوي عندي اللحم. هسه راح اغطيه واخليه يستوي. هسه بعد ما استوى عندي اللحم والبصل راح نضيف هسه الملح، نضيف الفلفل، ما يتخلى له هو بس فلفل، ودبس التمر او دبس الرمان انتو اللي تحبوه ضيفوه. مرة ثانية اذا ما عندي دبس تمر اضيف دبس الرمان. هسه راح نخليها 10 دقائق بس تفور، وهاي هي تكون عندي جاهزة. وشوفوا لي منظرها رهيبة، بس اخليها شوي تنشف. وهذا طبقنا صار جاهز. وشوفوا لي القلية رهيبة طبعا، شكلها لا يوصف. ناخذ خبز، طبعا خبز عراقي بعد احسن، بس اني ما خابزة هاي الفترة كلها. زين راح ناخذ نغمس. بسم الله. طعم لذيذ، لذاذة. طبعا يا الشم زيت اللي نسوي وياها التمن او الارز، انتو بعد لكم الاختيار. طبعا اكيد لازم ينعصر عليها من الليمون تنطيها نكهة بعد اطيب. رهيبة. وهذا طبقنا اليوم مال القلية الموصلية. ان شاء الله حبيتوا عجبتكم. لا تنسون اللايك والاشتراك، وانا احبكم هواي. مع السلامة.